الحمول باي. يعني يمكن جدول الترتيب في مفاجآت. لا، المنصورة طبعا بيحتفظ بالمركز الأول، وبنحييهم، عملوا ماتش هايل قدام الداخلية في الكاس بصراحة. وغزل المحلة 26 ووليدية المحلة 24، سيرس الليان 23، الصيد بالمحلة 20، جمهورية شبين 18، شربين 17، ديكيرن 16، اتحاد نبارو 15، اتحاد سمبلوين 14، بالقاس 11، الحمول 7، مركز شباب 4. بس على فكرة المجموعة دي مولعة نار. طبعا ما زي التالتة عندك. لا يعني هو خلاص المنصورة فرق، بس الثاني والثالث يعني شايف من اول جمهورية شبين لسه عنده امل لغاية الثاني غزل المحلة 26. طيب خليني اخدكم سريعا مع مخرجنا المتألق الاستاذ جمال ابو المكارم مباشرة الى السنبلاوين. اتحاد السنبلاوين يفوز على ديكرنس 1-0. الزميل محمود خالد ومعه المصور محمد العزوني والمعلق العربي الاشموني كانوا في هذه المباراة وجاءوا لنا بهذا التقرير. ومنهم اطير سريعا الى المجموعة السادسة حيث تواجد الزميل عبد الحاوي ومعه همسة حسن والمعلق أسامة شلتوت والمصور محمد أبو سمرة وفاركو 2 الأولمبي 1. هذه المباراة التي شهدت مفاجأة أقول لكم عليها بعد ما نشوف التقرير. خطيرة مرتدة عند عبد الرحمن عوض، عبد الرحمن ويا ولد يا لعيبه خطيرة، هو جول وهيعملها وهي وجوه الجول. نحمد ربنا الاول على النتيجه والاداء على بعض فترات المباراه كانوا كويسين. ببارك لهم على الماتش، وخصوصا ده اول ماتش يكسبوه في خلال الدوري على ملعبنا. فالحمد لله كنا محتاجين ال3 بونت دول في موقف صعب، ما زلنا لسه في موقف صعب، محتاجين اي ماتشات جايه باذن الله ان احنا نركز فيها على المكسب. لا الحمد لله، انا بس مبروك ليا ومبروك للفرقه، الحمد لله فوز مهم قوي الحمد لله. وفرقه كريس فرقه محترمه، واحنا كنا ال3 بونت دول اللي فرقوا معانا في الدوري، لان دي كريس قريب بيننا وبينهم 4 نقط، فالحمد لله كده قربنا المسافه ان شاء الله، وباذن الله اللي جاي احسن ان شاء الله. يعني بعد القاء النهارده الحمد لله على ال3 بونت النهارده، اهم 3 بونت انا شايفهم في مشوارنا في الدوري النهارده. احنا بنلعب المنافس المباشر لينا يعتبر اللي هو فريق كيرنس. الحمد لله اللعيبه النهارده كانت رجاله، وقدرنا ننفذ اللي الكابتن مصطفى قال لنا عليه كله النهارده الحمد لله، وطلعنا ب3 بونت. احنا طبعا عندنا مباراه متوسطه المستوى، اقل من المتوسطه النهارده. اللعيبه ما كان في اكتر من 4-5 عناصر النهارده بعيد عن الفورمه بتاعتهم وبعيد عن ادائهم. احنا كنا واخدين الماتش باهميه كبيره طبعا النهارده، على اساس ان هم اقرب فرقه في الفرقه اللي نازله الرابع من تحت، وكنا النهارده عاوزين نخلص مثلا ونبعد عن المنطقه ديت. اولا الحمد لله، وبنبارك لفريق اتحاد السنبلاوين. طبعا الماتش كان يهمنا جدا، كان هيفرق 8 بونت لو كنا كسبنا النهارده، كان الفرق بقى 8 بونت، كان يبعدوا عننا خالص. ولكن الحمد لله اللعبه بتاعتنا النهارده يعني ما كانوش موفقين النهارده. حقق فريق اتحاد السنبلاوين فوزا غاليا على ضيفه فريق ديكرنس، وهزمه بهدف للا شيء. من استاد اتحاد السنبلاوين الرياضي، محمود خالد، التلفزيون المصري، قناة القاهرة، برنامج كرة بلدنا.